في خطوة متقدمة نحو الاستعداد لاستضافة البطولات الكبرى، أنجز بنجاح مشروع بناء مدرجات جديدة في ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة، مما زاد من سعة الملعب ليصبح قادراً على استيعاب ما يصل إلى 80,000 متفرج. وتتسم هذه المدرجات بتصميم عصري مريح يتيح للجمهور متابعة المباريات بكل سهولة ويضفي على الملعب رونقاً جديداً. ومع اكتمال أعمال بناء المدرجات الجديدة، حان الوقت لتجهيز أرضية الملعب من أجل زرع عشب جديد عالي الجودة وفقاً لمعايير الفيفا. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان توفير أرضية مثالية تتيح لعب كرة القدم بأفضل شكل ممكن، مما يساهم في رفع مستوى المباريات وتحسين تجربة اللاعبين والجمهور على حد سواء. بالتزامن مع أعمال تهيئة أرضية الملعب، بدأ تنفيذ مشروع بناء أساسات ودعائم السقف الجديد الذي سيغطي الملعب بأكمله. ويهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة رياضية مريحة للاعبين والجمهور على حد سواء بغض النظر عن الظروف الجوية. يعد ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أحد أهم الملاعب الرياضية في المغرب، ويلعب دورا محوريا في تعزيز البنية التحتية الرياضية للبلاد، فقد استضاف الملعب العديد من البطولات الرياضية الكبرى. مع اكتمال أعمال التطوير والتحديث، سيصبح ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة منصة مثالية لاستضافة أكبر البطولات العالمية، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم لعام 2030. ويساهم ذلك في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية متميزة وجذب المزيد من الاستثمارات والسياح إلى البلاد. يتوقع أن يساهم مشروع تطوير ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة في تنشيط السياحة الرياضية في المغرب، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، كما يساهم ذلك في تعزيز صورة المغرب كبلد متحضر يولي أهمية كبيرة للرياضة. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.